ازاي تنظم نومك في رمضان وتصحى فايق ومركز لشغلك ودراستك. اول حاجه لازم اعرفها لك وهي ليه النوم اصلا بيتلخبط في رمضان. النوم عندنا بيتلخبط في رمضان عشان 4 حاجات. اول حاجه معانا وهي ان احنا بنتقل في الفطار جامد، يعني انت بتاكل في الفطار وجبات جامده جدا، وده بيأثر على جوده نومك وكمان بيخليك ما تدخلش في مرحله النوم العميق، وده طبعا اللي احنا مش عاوزينه. اللي احنا عاوزينه ان احنا ندخل في مرحله النوم العميق بحيث ان احنا ننام بجوده كويسه. تاني حاجه السهر بعد الفطار، حاول بعد الفطار ما تسهرش كتير، وطبعا خصوصا ان انت بتسهر تسمع مسلسلات وكلام فاضي وملوش اي لازمه. حاول تثبت مواعيد نومك وتنام كل يوم في ميعاد معين. تالت حاجه معانا وهي الكافيين زي القهوه او الشاي، حرفيا القهوه والشاي كفيله ان هي تسهرك لحد الفجر. رابع حاجه معانا واللي هي اهم حاجه وهو روتين نومك في رمضان. روتين نومك في رمضان لازم يكون ثابت، ما تنامش يوم 3 ويوم 6 ويوم تصحى الفجر ويوم ما تنامش اصلا. ده كله بيخلي جسمك ما يعرفش يتعود على ميعاد نوم معين، فبالتالي ما بتوصلش لمرحله نوم عميق ولا بتوصل لمرحله تثبيت النوم بتاعك. كده انا عرفتك الاسباب اللي هي بتخليك ما تنامش كويس ولا بتوصل لمرحله النوم العميق اللي انت اصلا عاوز توصل لها. تعالى بقى اما اقول لك ازاي تظبط يومك في رمضان. عشان تظبط يومك في رمضان لازم اول حاجه تثبت مواعيد نومك في رمضان. يعني مثلا ممكن تنام الساعه 3 الفجر وتصحى على الساعه 11 الظهر، او ممكن تنام الساعه 2 الفجر وتصحى على الساعه 9 الصبح لو يومك بيبدا من بدري. وطبعا انا بفضل الميعاد ده لان انا بنام في الوقت ده، وطبعا بصحى الساعه 9 الصبح كل يوم عادي يعني. السر هنا بقى ان جسمك بيتعود بدل ما كل يوم يصحى في ميعاد مختلف. تاني حاجه معانا وهي تقليل وجباتك قبل النوم. حاول تقلل الوجبات بتاعتك قبل النوم وتخلي وجباتك فيها بروتين زي الجبنه القريش والبيض والزبادي، وحاول كمان تاخر ميعاد اي وجبه قبل النوم ب3 ساعات. تالت حاجه معانا واللي هتساعدك انك تنظم نومك في رمضان وهي الكافيين. حاول تبعد عن الكافيين قبل نومك ب3 أو 4 ساعات. الكافيين زي القهوه او الشاي وحاول تستبدلهم باي مشروب ساخن. رابع حاجه معانا واللي هتساعدك انك تنظم نومك في رمضان وهي القيلوله بين الظهر او العصر. انا بحب اخد القيلوله بتاعتي في الفتره دي. حاول مثلا تاخد القيلوله بتاعتك خليها 30 دقيقه و20 دقيقه عشان تصحى مركز وفايق لشغلك. خامس حاجه معانا واللي هتساعدك انك تنظم نومك في رمضان وتحسن من جوده نومك وهي انك تنام في بيئه خاصه بالنوم. ممكن انك تطفي النور الاوضه بتاعتك قبل ما تنام، او تبعد عن الموبايل بتاعك لمده ساعه او ساعه ونص قبل النوم. تعالى بقى اما اقول لك على افضل جدول للنوم في رمضان. عندك 3 حاجات تختار منهم اللي يناسبك. اول اختيار معانا هو انك لو عندك دراسه او شغل ممكن تظبط ميعاد نومك من الساعه 2 الفجر لحد الساعه 9 الصبح، وطبعا برضه هتاخد قيلوله بعد الظهر مدتها 20 دقيقه او 30 دقيقه عشان تصحى مركز وفايق لشغلك. تاني وقت معانا هو انك ممكن تنام من 4 الفجر لحد الساعه 11 الظهر، ده طبعا ممكن تاخد معاه قيلوله قبل المغرب ب 20 دقيقه. تالت وقت معانا وده هيساعدك لو انت بتنام بشكل متقطع، حاول تنام من 3 الفجر لحد الساعه 7 الصبح، وطبعا هتاخد قيلوله برضو بعد الظهر او قبل المغرب بساعه. اختار النظام المناسب ليك من الانظمه اللي انا قلتها لك دي كلها، واثبت على ميعاد معين واحد بس تنام عليه. الخلاصه بقى لو عاوز تحافظ على نومك في رمضان او عاوز تنام في رمضان بشكل كويس وعاوز تدخل في مراحل النوم العميق، كل اللي عليك انك هتعمل ال4 حاجات دول. اول حاجه ما تاكلش قبل النوم، وتاني حاجه ما تشربش كافيين بعد الفطار، تالت حاجه تظبط مواعيد نومك تخلي ليك